وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أي نادي في الناس، ادعو الناس إلى الحج يأتوك رجالا، أي مشيا على الأقدام، وعلى كل ضامر أي على كل بعير مهزول، يأتين من كل فج عميق أي من كل طريق بعيد، يفدون إلى بيت الله جل وعلا. الحج عباد الله ينبغي للمرء المسلم لا سيما لمن لم يقم بحجة الإسلام أن يبادر إليها، ولا يجوز له تأخيرها مع قدرته على ذلك. جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قد تأتيه الأمراض، قد يأتيه الموت، قد تأتي عليه حروب وقطع طرقات وغير ذلك، فلا يتمكن من أداء الحج. فالبدار معاشر السامعين، كل من له قدرة واستطاعة لا ينبغي له أن يؤخر ذلك مع قدرته واستطاعته، لما في الحج من الفضائل والثمار ولما أوجبه الله عز وجل على عباده.